الحلقة 10 والأخيرة من رواية اتجوزت أنا وأختي نفس الجن بقلم وفاء عامر. ولما سلمى فتحت الباب اتصدمت وفضلت تصرخ كتير جدا، لأن هي شافت شخص شكله غريب قوي، عنده ودان كبيرة جدا وعينيه لونها أحمر وبتنزل دم، وراسه كبيرة وحجمها أكبر من جسمه، ولون جسمه أزرق جدا. وفضلت تصرخ وتقول انت مين انت مين انت جاي هنا ليه؟ انت انسان ولا جن؟ لا انت شكلك جن، ده مش شكل انسان خالص، ده اكيد جن. ايوه انت مين وعاوز مني ايه؟ رد وقال ايوه انا مش انسان، انا الجن وجاي علشان ادمرك. انت الجن؟ ازاي انت مارد؟ ازاي ده انت مختفي اصلا بقالك سنين كتير قوي. انا عفركوش ابن مارد واختك سارة. ازاي؟ انا مش فاهمه اي حاجه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ابن مارد وابن اختي سارة ازاي؟ انا مش فاهمه حاجه. انا هفهمك كل حاجه. فاكره يا سلمى لما اختك سارة كانت حامل ورحت انت وهي عند الدكتوره ونزلتم الحمل؟ ايوه فاكره بس ايوه فعلا الحمل نزل ومات. المفروض يعني انت ازاي موجود؟ وبعدين اصلا مارد اختفى بعدها وانا وسارة فكرنا ان هو مات، يبقى ازاي اصلا انت موجود كده؟ ازاي؟ انت لما رحت للدكتوره انت وهي علشان تنزلوا الحمل، انتوا فعلا نزلتم الحمل. بعد ما الحمل نزل ابويا راح واخد الحمل دوت، وطبعا انا ما متش لاني كنت خلاص بقيت جنين كامل مكتمل، مش زي عندكم انتوا يا بني البشر. الجنين عندكم بيبقى مكتمل والدنيا كلها كويسة بعد 4 شهور، بس بيفضل بعد كده في الحضانة لو اتولد على 4 شهور. انما احنا عندنا وقت ما كانت هي اكتشفت ان هي حامل كان شكلها الطبيعي يقول ان هي في الشهر الاول، انما الحقيقة انها كانت في الشهر السادس. وبعد كده ابويا خدني، اول ما الدكتورة طلعتني من بطنها ابويا خدني وبدأ ان هو يهتم بيا ويرعاني. وبعد كده ابوه لما عرف اتخانق معاه لان هو المفروض ما يتجوزش واحدة من بني البشر، وقرر حبسه وحبسه بالفعل لمدة سنة. وبعد السنة دي ابويا خرج وبدأ ان هو يهتم بيا ويربيني لحد ما بدأت اني اكبر، وحكالي كل حاجة عنك انت واختك. وانا كان لازم انتقم منكم انتم الاتنين، بس للأسف ابويا هو اللي انتقم من سارة، وانا جه دوري علشان انتقم منك. يعني ايه؟ يعني مارد هو اللي موت سارة اصلا؟ هو اللي خلاها عملت حادثة؟ ايوه ابويا هو اللي قرر ان هو يتخلص منها بان هو يخليها تعمل حادثة وهي راجعة من بره. وابويا كان ناوي يقرر ان يكمل انتقامه بان هو ينتقم منك، بس ملحقش ومات. وانا جاي النهاردة علشان خاطر اكمل انتقامي منك. انا بقالي فترة اصلا عمال بدمر فيكي، وقلت لازم ادمرك بالبطيء، لازم اموتك واموت اعصابك ومشاعرك، لازم تموتي بالحياة قبل ما تموتي الموتة النهائية. حرام عليك، هو انت وابوكم عايزين مننا ايه؟ ابوك حرام عليك اتجوزنا احنا الاتنين وخلى حياتنا اتدمرت، خلانا اتجوزنا جن، ودي حاجة مش طبيعية اساسا ان احنا نتجوز جن. وخلاها حملت، عاوزها تعمل ايه لما تلاقي نفسها ان هي حامل من الجن ومحدش يعرف اصلا حاجة زي كده ولا حد هيصدق حاجة زي كده؟ عاوزها تتفضح قدام الناس؟ كانت تستنى لحد ما تولد ويجوا الناس يقولوا مين ده وتقول جايباه منين، وفي الاخر بابا وماما يموتوها؟ كان لازم ان احنا نتصرف كده، كان لازم ان الحمل ده ينزل وما يستناش علشان خاطر ما نتفضحش اكتر من كده.
ابوك ما اكتفاش باللي عمله فينا، لا ده كمان حرمني من توأمي، حرمني من اختي اللي ماليش غيرها في الدنيا كلها وموتها. حرام عليكم بجد، حرام عليكم، انتوا فعلا الجن دول مؤذيين، فعلا مفيش حد فيكم طيب. مين اللي ادالك الحق انتي ولا وهي انكم تقرروا ان الحمل يفضل ولا ما يفضلش؟ ابويا الوحيد هو اللي كان ليه حرية القرار، وابويا خلاص انتقم من اختك على عملتها دي، والنهاردة جه دورك وانا بنفسي اللي هنتقم منك. وفجأة قرب منها، وهي لما شافته بيقرب منها فضلت تصرخ، وبعد كده اغمى عليها، وبعد شوية فاقت، ولما فاقت لقت نفسها في مكان مخيف جدا وفيه ناس كتير غريبة، ناس شبه مارد وناس شبه عفركوش وناس تشبه الزومبي. وفضلت تصرخ واغمى عليها، وبعد شوية فاقت لقت نفسها موجودة في بيتها وجنبها جوزها واولادها. جوزها قال: ايه ده يا سارة، في ايه مالك؟ انا جيت انا والولاد لقيناكي مغمى عليكي، احمد من قلقه عليكي نزل من السفر، في ايه اللي حصل؟ فجأة جه صوت الجن من وراهم وهو بيقول: انا هحكي لكم ايه اللي حصل. فجأة كلهم بيبصوا شافوا منظره المخيف، اتخضوا منه. قال: ما تتخضوش مني ولا حاجة، اهدوا واسمعوني وانا هحكي لكم كل حاجة. وبدأ يحكي لهم كل حاجة حصلت مع سلمى وسارة. وبعد ما خلص كلامه قال: انا اهو كنت واخدك معايا مملكة الجن بتاعتي علشان خاطر عذابك يكمل هناك، بس فجأة لقيت جوزك وولادك داخلين، قلت لازم اخليهم يقعدوا لحد ما يعرفوا حقيقتك كلها علشان يشوفوا قد ايه انتي انسانة حقيرة، انسانة بتقتلي. قتل ايه؟ انا ما قتلتش حد، انت بتقول قتل ازاي؟ انت كنت عاوز اختي تتفضح؟ فجأة بدأ جوزها وولادها يقرأوا آية الكرسي هما التلاتة بصوت عالي، وبدأ الجن يتبخر واحدة واحدة لحد ما اختفى تماما. وجوزها قرب منها وحضنها وقال: اهدي اهدي يا سلمى يا حبيبتي، انا جنبك ومش هسيبك ابدا، انا عارف ان اللي حصل دوت حصل زمان وانتي صغيرة وما كنتيش عارفة اي حاجة، انا مسامحك ومش زعلان منك، بالرغم اللي حصل ده حصل وانتي صغيرة، بس انتي برضو غلطانة لانك ما سمعتيش كلام والدتك. سلمى، الكلام اللي بيقولوه الكبار دولت بيكونوا فاهمين وعارفين حاجات اكبر مننا، هما اكتر ناس بيكونوا عارفين مصلحتنا، احنا لازم نسمع كلام الاهل في كل حاجة. انا عارفة اني غلطانة والله العظيم، تبت وخلاص، ومن بعدها ما بقتش بعمل التصرف ده تاني، ما عدتش بقف قدام المراية، انا اتعلمت اصلا من غلطتي وندمانة بجد على غلطتي، واتعلمت من غلطتي واتعاقبت عليها عقاب كبير قوي. كفاية قوي اني خسرت اختي، كفاية اني خسرت توأمي اللي ماليش غيرها في الدنيا. خلاص يا سلمى، اللي حصل حصل، وده كان قدرها، ربنا يرحمها ويغفر لها. اللهم امين، ربنا يرحمها ويدخلها الجنة يا رب، ربنا يغفر لها ويغفر لي يا رب كل ذنوبي، يا رب اغفر لنا يا رب. بس انت اكيد مسامحني، مش زعلان مني؟ ارجوك اوعى تزعل مني بجد، انا ما اقدرش ان انا اخسرك، اوعى تسيبني وتبعد عني. سلمى، انا بحبك ومستحيل اسيبك وابعد عنك، وانا تفهمت الموقف خلاص. فجأة وسلمى بتتكلم هي وجوزها، ظهر الجن بصوت المخيف وقال: انتوا فاكرين كده انكم قضيتوا عليا؟ لا بالعكس، انا قوي جدا. ايوه انتم يا مسلمين فاكرين انكم لما تقروا قرآن بس كده مرة واحدة او مرتين احنا هنمشي؟ لا، احنا الجن مش بنمشي كده بسهولة. بدأ جوزها يقرأ قرآن تاني بصوت عالي والجن اختفى. وبعد ما اختفى قال جوزها: احنا لازم نجيب شيخ علشان يشوف لنا حل في الموضوع دوت. قال محمد:
ايوه يا بابا فعلا احنا لازم نشوف شيخ علشان يتصرف، احنا مش هنقدر نواجه الموضوع ده لوحدنا، احنا مهما كانت قدرتنا ومهما كان ايماننا برضو، بس اكيد الشيوخ عندهم معرفة اكتر مننا وهما اللي هيقدروا يتصرفوا. انا هنزل دلوقتي حالا وهروح ادور على شيخ كويس واجيبه. وبعد شوية رجع محمد ومعاه الشيخ، واول ما دخل الشيخ قال: انا محمد حكالي كل حاجة، بس عايزك تحكيلي انتي كل حاجة من اول ما حصلت. ردت: حاضر انا هحكي لك كل حاجة. وبدأت تحكي له كل حاجة. وبعد ما خلصت رد الشيخ: اللي انت عملتيه انت واختك الله يرحمها ده تصرف خاطئ جدا، لان الجن العاشق ده حاجة صعبة جدا جدا، من الصعب ان هو يخرج اصلا. بس دلوقتي الجن العاشق مش موجود، فهيبقى سهل علينا ان احنا نخرج الجن اللي موجود دوت. هو جاي علشان خاطر ينتقم بس، وان شاء الله هنقدر نخرجه. وبدأ يتكلم ويقول: يا جني اطلع واتكلم معايا وفهمني انت عاوز ايه، قولي ايه المطلوب منها. بس ما كانش فيه اي صوت بيطلع، الجن مظهرش. فضل الشيخ يتكلم ويقول: اطلع يا جن واتكلم معايا، المفروض انك قوي زي ما بتقول، فلو انت قوي اطلع واتكلم معايا وفهمني كل الحكاية. فجأة طلع الجن وقال: ايوه انت عاوز ايه؟ هو انت فاكر نفسك علشان شيخ هتبقى قوي وهتقدر تخرجني من هنا؟ انت بتحلم، انا جاي انتقم منها وهنتقم منها وهخلص عليها ومش هسيبها، ما تفكرش انك هتقدر تحميها مني، انا قوي جدا وهدمركم كلكم. قال الشيخ: ايوه انت قوي زي ما انت ما بتقول، بس انت مش اقوى من قرآن ربنا، وانا هحرقك. وبدأ الشيخ يقرأ آية الكرسي ويقرأ بعض الآيات من سورة ياسين. وأثناء ما كان بيقرأ بدأت الجدران كلها تتهز وبيبان الشقة تتقفل وتتفتح، وصوت صريخ عالي ملا المكان، وسلمى أغمى عليها. والشيخ بدأت قوته تضعف، بس بالرغم منه هو حس بالضعف بس ما استسلمش وفضل مكمل في قراءته. وقال لجوزها: اقرأ معايا انت كمان، وانت يا محمد يا ابني اقرأ معايا، احنا لازم نقضي عليه، لازم كلنا نقرأ قرآن مع بعض ونقضي عليه. وبدأوا فعلا كلهم يقرأوا قرآن بصوت عالي جدا. واستمر الموضوع دوت لمدة ساعتين، وفي خلال الساعتين دول كانت سلمى مغمى عليها وما فاقتش. وبعد الساعتين ما خلصوا فجأة سكت كل حاجة، والجدران ما بقتش بتتهز ولا البيبان بتتقفل وبتتفتح. قال الشيخ: الحمد لله، هو كده خلاص انتهى، كده مات، الحمد لله. الموضوع كان صعب جدا، بس مفيش حاجة صعبة قدام قرآن ربنا، الحمد لله. هات يا محمد يا ابني شوية مية علشان أقرأ عليهم قرآن. حاضر هجيب لك. وجاب محمد المية وبدأ الشيخ يقرأ عليها شوية قرآن. وبعد ما خلص حط المية على وش سلمى، وبعدها بدأت تفوق. ولما فاقت قالت: ايه اللي حصل؟ هو مشي ولا لا؟ يا رب يكون مشي. رد الشيخ: ايوه يا بنتي اطمني، هو مشي، بس قوليلي انت اغمى عليكي ايه اللي حصل في فترة الاغماء دي؟ ردت: انا في الفترة دي شفت اشباح كتير قوي مخيفة جدا، وكلهم كانوا عمالين بيصرخوا في وداني، وانا حاسة اني منفصلة عن العالم، انا ما كنتش حاسة بنفسي، ما كنتش موجودة معاكم. رد الشيخ: طيب ودلوقتي حاسة بايه؟ ردت: الحمد لله انا كويسة دلوقتي، مفيش اي حاجة، الحمد لله، ربنا الحمد لله انه خلصني منهم. رد الشيخ:
الحمد لله يا بنتي، بس انتي لازم من النهاردة تحافظي على الصلاة بتاعتك وما تسيبهاش ابدا. لازم تحافظي على اذكار الصباح والمساء والصلاة في موعدها، ولازم يكون عندك ورد يومي من القرآن. ما ينفعش تبعدي عن ربنا ابدا. ردت: انا يا شيخ والله كنت بقرأ قرآن وكنت بصلي بعد اللي حصل لسارة اختي، بس بصراحة كنت بقصر شوية في بعض الاوقات. رد الشيخ: لا، انا مش عايزك تقصري ابدا، انا عايزك تفضلي مستمرة كده على قراءة القرآن. كل يوم لازم يكون عندك ورد يومي، ولازم كل يوم تشغلي سورة البقرة في البيت. ردت: حاضر يا شيخ، انا من النهاردة هتغير بجد. رد الشيخ: الحمد لله يا بنتي، ربنا يهديكي ويثبتك على طريقه يا رب، انا هستأذن. ومشي الشيخ. وقالت سلمى: انا هقرب من ربنا وهبدأ اني اقرأ قرآن واصلي قيام الليل واحافظ على الاستغفار، وهشكر ربنا في كل وقت ان حفظني من الجن دوت. ومن وقتها سلمى فعلا بدأت ان هي تغير حياتها، وبدأت ان هي تقرب لربنا، وبقت حياتها مستقرة جدا هي وجوزها واولادها. ولحد هنا انتهت روايتنا، واستنونا في روايات قادمة، وان شاء الله الرواية الجاية هتكون رواية حقيقية، استنوها هتنزل لكم في اقرب وقت. وبقدم شكر خاص جدا جدا للأستاذ إسلام الصاوي الخاص بمونتاج الفيديو. ولو عجبتكم روايتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا.